المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإيرتية، وفيها دعوة للإسراع في عمليات الحصاد في عبد الخالق. مستشفى أوروتا الوطني يجري عمليات القلب للأطفال. تكريم الطلاب المميزين في الإقليم الأوسط. الإرهابيين في داعش. أسلحة أمريكية متقدمة لتايوان، والصين تتعهد حازم. والطاقة الدولية تتوقف نمو الطلب على الغاز. أهلا بكم مشاهدينا. دعا مكتب الزراعة في مديرية عبد الخالق المزارعين للإسراع في حصاد محاصيل وخيا من التلف نتيجة الأمطار متأخرة. وأوضح خبير نباتات السيد كداني مريم لاكي زراعة أكثر من 20,000 هكتار هذا العام بالذرة والبقوليات والبذور الزيتية. وذكر ممثل مكتب الزراعة السيد محرتاب هيلو امتلاء السدود بالمياه والنمو الجيد للمراعي. تجرى من 23 وحتى 31 من الشهر الجاري عمليات القلب للأطفال في مركز عمليات القلب بمستشفى أوروتا الوطني بالتعاون بين الأطباء الإيرتريين وأخصائيين إيطاليين ومؤسسة ميد أكشن إيطاليا. ويحصل الأطفال القادمون من كل أنحاء البلاد على هذه الرعاية الطبية بعد الفحوصات التي أجريت لهم لتحديد وضعهم الصحي ونوع العملية التي يحتاجها كل طفل حسب خطورة وأولويات حالاتهم. وأفاد المدير التنفيذي لمستشفى أوروتا السيد تولدي يوحنس أن مركز عمليات القلب للأطفال يجري عمليات القلب سنويا عاما. وأضاف أنه قد أجريت عمليات قلب ل 79 طفل من قبل 8 أخصائيين ألمانيين في 22 من سبتمبر المنصرم وحتى 5 من أكتوبر الجاري. ثم أجريت عمليات ل 24 طفل من قبل 21 أخصائي إيطالي من السادس وحتى 19 من الشهر الجاري. وأوضح تمكن 3 أطباء إيرتريين من إجراء عمليات للأطفال ولأول مرة كجراحين أساسيين، مما يدل على تلقيهم الخبرات بالمشاركة الدائمة وحضور العمليات والمساهمة فيها. وأفاد الدكتور بياني أبرهة أن العمليات التي تجرى عمليات معقدة وبمستويات حساسة، مما يؤثر على الفترة الزمنية لإجراء العمليات، ذاكرا أنه قد أجريت عمليات ل9 أطفال فقط خلال 4 أيام الماضية. وأوضح منسقو مجموعة أطباء ميد أكشن بامبين الإيطالية السيد ألم دموز والسيد سيلفيو ليوني أن 6 عمليات من أصل 9 أجراها أطباء إيرتريون، كما أكدوا على قيام المجموعة اعتماد إجراء العمليات عبر الأخصائيين الإيرتريين بالكامل في المستقبل. وأفادت الأنباء الواردة مواصلة مثل هذه العمليات لمن يحتاجون العمليات الصعبة بالاستعانة والتنسيق مع 10 أطباء عمليات باطنية 10 من نوفمبر و8 أخصائيين ألمانيين لإجراء العمليات الوريدية من 13 وحتى 23 من نوفمبر القادم، و11 أخصائي في جراحة المسالك البولية أستراليا وحتى 6 من ديسمبر القادم. التعليم مسؤولية المجتمع. وهدف المنتدى المشاركة في التعليم التمهيدي وانخفاض مشاركة الإناث وظاهرة مقاطعة الدراسة وتراجع الجودة التعليمية وإدخال آليات ووسائل لتحسينها. وقال مدير المؤسسات التعليمية في المديرية الأستاذ محمد أحمد أن المنتدى يعتبر خطوة إلى الأمام، مؤكدا على العمل لسد الثغرات وتنظيم دورات تدريبية للمعلمين ونشر مخرجات المنتدى على الشعب. وأشارت التقارير المقدمة إلى انعقاد منتدى تعليمي في قلب لمناقشة نتائج امتحانات الشهادة الوطنية المتوسطة. وقال مدير مديرية قلب السيد عثمان لا يمكن الاستهانة به، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجته من خلال التنسيق جهود المجتمع المدني
شركاء. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عسب العقيد تسفا تيونغ ماي في ختام المنتدى إلى زيادة الدور ومساهمة جميع الأطراف، لأن تحسين جودة التعليم ليست مهمة متروكة لوزارة التعليم وحدها. وأصدر المنتدى تعليمات وقوانين للسنوات الخمس القادمة بفتح روضتي أطفال في كل إدارة ضال، وتحسين أساليب التدريس في المدارس الابتدائية والتدريب للمعلمين. ولمعت وأسمر العامة والبحر الأحمر وحرنة الثانوية طلابها المتفوقين في امتحانات 24. وقدمت هذه المدارس الجوائز التشجيعية لطلابها الحاصلين على نقاط 3 وما فوق من أعضاء الدفعة 36 في الخدمة الوطنية. وذكر مدراء المدارس أن التكريم يشجع لمزيد من. وذكر مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلايها التكابر ومسؤول المدارس الثانوية في الإقليم الأستاذ يوهنس سلمون تحقيق 1712 طالب درجة تؤهلهم لدراسة البكالوريوس و937 للدبلوم من أصل 7573 طالبا جلسوا للامتحان في الإقليم في العام 2023. قام موظفو وطلاب المدارس المتوسطة والثانوية بأعمال النفير لتنظيف مستشفيات سني وضواحيه. وأفاد مسؤول الإدارة والمالية في مستشفيات سني السيد وناس يوهنس امتلأ بالحشائش نتيجة مطر، وأن وجود الحشائش للبعوض ومساعد في اتساع، لذا تم التنسيق لهذا العمل مع مكتب إدارة المدينة ومكتب التعليم. وأوضح منسق البرنامج الأستاذ فساع عند مريم أن العمل أنجز في وقت قصير بنجاح عدد كبير من الطلاب وتفانيهم في العمل. مشاهدينا نشرة التواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلنت نيجيريا أن جيش مقاتلي جماعة بوكو حرام القبض على قائد إرهابي ظل قائد بوبا مدير العمليات الإعلامية بوزارة الدفاع النيجيرية ثلاثمائة 157 شخصا كانوا رهائن لدى الإرهابيين ينتظرون الحصول على فدية للإفراج عنهم. وافقت الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة بقيمة $2 إلى تايوان، بما في ذلك تسليم نظام دفاع صاروخي متقدم لأول مرة إلى الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، في خطوة أثارت حفيظة هذه الصفقة. ووفقا لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، تتضمن حزمة المبيعات التي وافقت على جو دار تقدر قيمتها بنحو تايوان، بما في ذلك تسليم نظام صاروخي دفاع جوي متقدم إلى الجزيرة تم اختباره في أوكرانيا لأنها تقوض الولايات المتحدة والصين وتهدد السلام عبر مضيق تايوان الذي يفصل الصين عن تايوان.
قالت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي ينمو بوتيرة أقوى خلال 2024 مقارنة بالعامين السابقين، واللذين تأثرا سلبا بالتقلبات الناجمة عن أزمة الطاقة الدولية. أوضحت الوكالة في تقرير صدر أن الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي الواردة إلى السوق هذا العام محدودة بسبب النمو البطيء لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتقلبات الأسعار الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية. وأضافت أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بأكثر من 2.5% على مدار عامي 2024 و 2025 مع استحواذ الأسواق سريعة النمو في آسيا على النصيب الأكبر من هذه الزيادة المقدرة، وأن ارتداد مستويات على أن حاكم الولاية جريج لضمان نشر موارد الاستجابة للحرائق الحرجة بسرعة في مناطق في تكساس تتأثر بحرائق الغابات المدمرة. وتهدد الحرائق في شمال الولاية المناطق المأهولة بالسكان التي كان لابد من إخلائها. وتؤجج الرياح القوية النيران. ويتوقع أبوت أن الظروف الجوية في المنطقة لن تتحسن في الأيام المقبلة، وأن حرائق الغابات يمكن أن تصبح أكبر وأكثر خطورة. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. وتكريم الطلاب المميزين بالإقليم الأوسط. نيجيريا تقضي على مئات الإرهابيين وتعتقل أسلحة أمريكية متقدمة لتايوان، والصين تتعهد بإجراءات حاسمة. والطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب العالمي على الغاز. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.